بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك المهندس دياب مصطفى دياب من منطقة البستان قرية توفيق الحكيم. النهارده ما شاء الله احنا في حقل إرشادي خاص بالمهندس أحمد حميد. واضح إن في هنا عندنا صنف مصر واحد اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. الصنف ده ممتاز، إن الثمرة بتاعته حجمها كويس، حجمها كبير، في مقاومة الفيوزاريوم، البراعم بتاعته ممتدة، الطرح موزع على طول البرعم، الإنتاج بتاعه غزير، الطعم بتاعه كويس مميز. واضح إن في صنف تاني برضه اللي هو السكاتة إحنا بنقارن معاه. لو حضرتك بصيت للشكل العام هنا الإنتاج أقل شوية، حجم الثمرة أقل شوية، مقاومة أقل شوية، مع اعتبار إن إحنا كده سواء هنا أو هنا الموسم بتاعنا لسه ما انتهاش، يعني لسه الأحجام هتكون أفضل من كده. بص حضرتك معايا هنا، اتفضل. ده الصنف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مصر واحد، ده الصنف السكاتة. واضح الفرق ما بين الثمرة هنا، ده مصري وده ده مصر واحد الصنف الجديد بنتكلم عليه، وده صنف السكاتة اللي احنا بنقارن بيه. هنا واضح الانتاج اعلى والاحجام افضل والمقاومة بتاعته اعلى للامراض. ماشي. محمد فتحي اللي هم 5 فصول. يا سمسم ده حبيبي. ماشي. انا بالنسبه لي مزارع ماشي، احمد حرفه من الحشعيسي، زرع مصر واحد دي، ومحصول سوق ومحصول واحجام، يعني من لغايه 13 كيلو توصل، وتجمع منه وشين 3، يعني من وشين 3 ماشي معنا، ومجدد والله الحمد لله، يعني زراعه حلوه. بركات حاج علي، ازي حالك؟ ازيك يا عم الحاج؟ ازي حالك يا حاج علي؟ ازي حالك؟ والله ما عاد قايل ازي حالك؟ صور يا حاج. كان اجيب مدفع بس انا اهم حاجه جيب لك انا بطيخه. النهارده ان شاء الله بنتكلم على هجين الحجم بتاعه اكبر من كل الهجن اللي موجوده، اللون بتاعه لون مميز، الطعم بتاعه او اللون من الداخل لون مميز، الطعم بتاعه بنرجع بيه للطعم بتاع البطيخ المصري القديم اللي هو البطيخ الجيزه المصري. رغم ان احنا لسه ما دخلناش في مرحله سوى، الا ان زي ما حضراتكم شايفين اللون البطيخه والطعم بتاعها من اعلى انواع السكر اللي موجود في كل الاصناف اللي بتزرع في مصر. هذا الصنف تقريبا يزيد 20% في الانتاج عن كل الاصناف اللي بتزرع. درجه السكر بتاعه بتعدي اكثر من 13 ل 14 بركس اللي هي النسبه المقاسه في السكر. الصنف مقاوم لكل امراض التربه باختلاف كل الاصناف اللي موجوده. في تحمل، انزل انت كمان معايا، في تحمل عالي، وزي ما احنا شايفين الاحجام بتاعته اللي موجوده حاليا اهي في فده كل المميزات. وده احنا ان شاء الله بمشيئه الله داخلين على مرحله بمشيئه الله ان احنا خلال من 4 ل 5 سنين يكون عندنا هجوم في كل محاصيل الخضار اللي موجوده في مصر ان شاء الله. بس انا عايز لك سؤال يا ريس، هو ده لون احمر؟ معلش عشان انا برضو انا مشاهد، هو ده لون احمر؟ ما شاء الله. ده لون البطيخ بتاع كل مره. ده اعلى لون حاليا في السوق عشان الظروف الجويه اللي موجوده. لو قطعت اي صنف هتلاقي اللون بتاعه باهت عن كده. كل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما زاد اللون بتاعه. جاي احمر في بقى النهارده بنشهد اول تجربه لانتاج البذور في مصر. هذه التجربه كنا بنحلم بها من زمان. مصر لم تنتج هذه البذور منذ فترات طويله، بل بتستوردها. انا نعرف الشركه الاسلاميه بتستورد سنويا من بذور الفلفل الهجين
ب 240,000 جنيه سنويا أو ب 480,000 جنيه سنويا. هذا المبلغ اللي بيدفع في هذه البذور ده من شركة واحدة، ما بالنا ما ينفق على هذه البذور اللي بتأتي من خارج مصر. فدي أول تجربة إن شاء الله، ودي بداية، وبإذن الله هيكون فيها الخير لمصر، وهيكون هذه الشركة وأخونا الباشمهندس أحمد حمايد القائم على هذه المهمة ومعه فريق عمل من دكاترة من أساتذة الجامعة وغيره، دولت إن شاء الله هينتجوا لنا البذور اللي احنا بنحتاجها واللي بنستوردها بالعملة الصعبة، وبإذن الله هيكون فيها الخير لمصر عن القريب العاجل بإذن الله. وديت يعني آثار من آثار الثورة المباركة، ثورة 25 يناير، اللي هي بدأت تتيح الفرصة لهؤلاء المهندسين وهذه الكفاءات. أنا نعرف إن هم كانوا شغالين من زمان، ولكن كانت الملاحقات الأمنية والمتابعات الأمنية حينما ينعقدون أو حينما يأتون إلى المزرعة كانت عائق لهم ما قبل الثورة. فالنهاردة احنا في حرية، وبدأنا الإبداع وبدأنا الإنتاج، وإن شاء الله ستستمر القافلة وستسير وسنصل بإذن الله إلى ما نريد ونصبو إليه. في انتاج هذا الحديد احنا بس بنطالب وزير الزراعه والقائمين في الوزاره ان احنا لا يوجد حاليا بروتوكول في مصر لانتاج الهجن. حاليا احنا دخلنا الصنف للتسجيل مقارنه مع كل الاصناف الاجنبيه، احنا بفضل الله متفوقين على كل الاصناف الاجنبيه، ولكن الى الان لا يوجد بروتوكول لانتاج الهجين في مصر الى الان. قول بقى ان انت شغال. استنى